ممدوح عبد الحي في لقاء 3-1. نشوف الاماميه خطيره خطيره جوه المنطقه، ركله جزاء. اول لعبه خطيره وشرسه وهي رايحه، قلت خطيره خطيره. عبد الله السعيد ينجح ان هو ياخد ركله جزاء، وانذار كمان موجود لعصام صبحي لاعب الجيش. بص عبد الله السعيد لعبت الكره كويس قوي. وليد سليمان دخل ال 18، ولكن تمريره عبد الله السعيد اللي بتكلم عليها والراجل خده من رجله. بص من البدايه والحكايه من اولها، عبد الله الوليد الاثنين اللي صنعوا الفارق. وادي السعيد غايب عن التهديف من الاسبوع رقم 16. عبد الله من لقاء النادي المصري. عبد الله في حوار مع عماد السيد، قمه التركيز، اللي عاوز جون يرجعه مره ثانيه لحالته التهديفيه. الدقيقه 25 بيطلع اللعيبه بره ابراهيم نور الدين. عبد الله وعماد، يا ولد، جول جول جول. عبد الله سعيد حاططها ايه، منتهى الجمال والروعه، ويودي عماد السيد في الزاويه الثانيه. رغم ان النادي الاهلي ما كانش حاضر هجوميا باستثناء لعبتين عن طريق علي معلول، قدروا من خلال وليد سليمان وعبد الله السعيد ان هم ياخدوا ركله جزاء ويسجلها عبد الله السعيد، اللي بيحضر النهارده بهدف سابع ليه عشان يتساوى مع وليد سليمان ومؤمن زكريا الثلاثه اللي مسجلين 21 هدف من اجمالي اهداف الاحمر، اللي وصلت النهارده 45 جون عشان يدخلوا ورا المقصه تاني اقوى قدرات تهديفيه في جدول المسابقه. 1-0. شوف هيلعبوها المره دي ازاي، على مرتين برضو. محمد رزق اللي لسه ما ظهرش هو اللي سقط، دخل جول جول جول. عرضيه في منتهى الجمال. الهدف الاول لطلائع الجيش اتعملت العرضيه في ظهر علي معلول عشان يحضروا بجون مع الدقيقه 57. لعيبه طلائع الجيش اتعملت كويس قوي وطلع لفوق. هنشوف عصام صبحي هو اللي بيسجل ولا عموري. 1-1. يا ريت المخرج يقطع لنا على اللعبه مره ثانيه. ادي اللعبه اهيت، وادي الركنيه، وبنفس الاخطاء الدفاعيه. ادي العرضيه، ومعتمد هو اللي بيسجل قلب الدفاع. معتمد محسن اللي جاي من اخر الدنيا بعرضيه في منتهى الجمال والروعه، عملها له عموري. 1-1. نفس الاخطاء الدفاعيه لما طلع اللقاء اللي فات أمد أكري، وبدون اي رقابه بنفس الحال النهارده يقرر السيناريو بضربه راس معتمد محسن قلب دفاع طلائع الجيش. انما بص زكريا، مؤمن بره ال 18 لمؤمن من جديد، سلم واستلم، عاوز يبص ويلعب عرضيه، حطها جوه المنطقه. ميدو جابر يسدد، جول جول جول. هدف اهلاوي. ميدو جابر بعد ما يضيع مرتين. ادي الكوره، حيرتينا يا كوره، جننتينا يا كوره. اما تعوز تدخل بتدخل، لو بودنك هيجي جون. 2-1 للنادي الاهلي. ميدو جابر بيحضر بجون، الراجل مش مصدق نفسه. قلت كانت مضلمه جوه ال 18. بص شوف مؤمن زكريا مع ميدو جابر، هم اللي عملوا الجون وهم اللي صنعوه. من مؤمن لميدو يسدد تخبط، وعماد السيد اللي يختل توازنه عشان النادي الاهلي يسجل جون في وقت ايه، وقت صعب على نادي طلائع الجيش. بص الكرة غيرت اتجاهها بلال جمال، انما ميدو جابر هو اللي بيسدد وهو اللي يسجل بعد ما كان حضر بجون في لقاء اسوان. بيعيد التهديف النهارده بجون